أسعار الدهب الفترة اللي جاية بقت زي لغز كبير محير الكل. الأسبوع اللي فات بس الدهب نزل حوالي 2%، لكن المفاجأة إن في نفس الوقت بنوك وخبراء كبار شايفين إن الدهب ممكن يلمس مستويات عمرها ما حصلت قبل كده. في اللي بيقول إنه ينزل ل 2800 دولار، وفي ناس تانية بتقول إنه هيوصل ل 4000 دولار. بس يا ترى إيه اللي هيحصل؟ وأسعار الدهب هتوصل لفين؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معايا في الفيديو ده. الدهب دخل في مرحلة جديدة خالص من التذبذب، والناس دلوقتي محتارة تشتري ولا تستنى. وحسب اليوم السابع الأسبوع اللي فات الدهب نزل حوالي 2%، وده كان بسبب الأخبار الإيجابية اللي طلع عن قرب التوصل لاتفاق روسي أمريكي بخصوص أوكرانيا، وكمان إن الأزمة التجارية قربت تتحل. وطبعا مع أي هدوء في التوترات السياسية أو التجارية، المستثمرين بيبدأوا يبعدوا عن الملاذات الآمنة زي الدهب ويروحوا لحاجات تانية تحقق لهم مكاسب أسرع. علشان كده سيتي بنك شايف إن الدهب ممكن يطلع وبعدها ينزل ويكسر المستوى ده علشان يوصل لحوالي 2800 دولار. ولكن في المقابل في رأي تاني بيقول لا، لسه في أسباب كتير تخلي الدهب محافظ على جاذبيته، ومنها بنوك أجنبية شايفة إن النص التاني من 2025 هيكون مليان مخاطر اقتصادية وسياسية، وده هيقوي موقف الدهب كملاذ آمن. ده كمان في توقعات إن الاقتصاد العالمي هيبطأ، والسياسة النقدية في أمريكا هتتسهل، والدولار الأمريكي هيفضل ضعيف، ودي كلها عوامل بترفع أسعار الدهب. وده نفس رأي الخبراء الاقتصاديين اللي بيقولوا إن الدهب ممكن يوصل لمتوسط 3675 دولار في آخر 2025، ومع شوية ضغط إضافي ممكن يلمس 4000 دولار في نص 2026. ده حتى بنك جولدمان ساكس متفق مع الرؤية السعودية وبيقول السعر ممكن يوصل ل 3700 دولار في نهاية السنة اللي جاية. وبرضه بنك HSBC رفع توقعاته وقال إن متوسط الأسعار في 2025 هيكون حوالي 3215 دولار، مع احتمالية للزيادة في 2026. بس UBS واخد الموضوع على المدى الطويل وقال إن السعر الحقيقي للدهب حوالي 2800 دولار للأونصة، وبعد تعديل التضخم هيبقى تقريبا 3100 دولار بحلول 2030. طيب السؤال هنا، أسعار الدهب هتوصل لحد فين في مصر؟ هاني ميلاد رئيس شعبة الدهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية قال لمصراوي إن أسعار الدهب عالميا متوقع إنها تتحرك في الفترة اللي جاية ما بين نطاق 3300 و 3400 دولار للأوقية، بس الفرق ده مش كبير، وكمان مش متوقع يحصل تغيرات كبيرة في الأسعار على المدى القصير. ميلاد قال إن أسعار الدهب مش متوقع تشهد حركات كبيرة دلوقتي، ولكن مع نهاية السنة ممكن تسجل مستويات قياسية جديدة. وقال كمان إن الأسواق في الغالب بتشوف ارتفاعات في أسعار الدهب في آخر كل سنة، والارتفاع ده بيرجع لزيادة إقبال الدول على شراء الدهب في نهاية السنة كنوع من التحوط، وكمان خوفا من إن الأسعار تعلى مع بداية السنة الجديدة. وعموما لسه لحد دلوقتي السوق في حالة ضباب، محدش عارف إيه اللي هيحصل بكرة، بس عموما لو ناوي تشتري اشتري دلوقتي، لأن مؤكد إن الدهب هيزيد ولكن على المدى الطويل. ودلوقتي قول لنا إيه توقعاتك عن أسعار الدهب في الفترة اللي جاية؟